كتير من الناس بيكون عندهم قطع في غضروف الركبة، والسؤال اللي بيجي لنا دايما امتى اعمل علاج طبيعي وامتى احتاج تدخل جراحي؟ الإجابة على السؤال ده ما ينفعش نختصرها في فيديو، لأن الحالات مش زي بعضها. كل حالة ليها تفاصيلها وليها ظروفها اللي بناء عليها بناخد القرار اللي يناسبها. ولكن عشان نجاوب على السؤال ده بشكل عام، فخلينا نقول إن أغلب الحالات اللي بيكون عندها قطع صغير أو متوسط في غضروف الركبة ومش بتعاني من مشاكل في استقرار المفصل، يعني رجلك مش بتخونك بشكل مستمر أو بتعلق منك لما تفردها أو تتنيها، وقادر ان انت تتحرك بدون ألم شديد او تورم شديد في مفصل الركبة، فالعلاج الطبيعي هيكون ممتاز جدا في حالتك مع تمارين تقويات العضلات المحيطة بمفصل الركبة وطبعا نزول الوزن. طيب امتى بقى نحتاج للجراحة؟ في حالات معينة بتكون الجراحة ضرورية جدا، خصوصا لما يكون القطع كبير جدا واصل لسطح المفصل، او ان عندنا غضروف متفتت يعني في اكتر من قطع جوه الغضروف، او لو في عدم ثبات مستمر في مفصل الركبة يعني رجلك بتخونك باستمرار او بتعلق منك بشكل مستمر. وطبعا لو في تورم مستمر غير مستجيب للعلاج التحفظي سواء علاج دوائي او علاج طبيعي. وفي الحالات اللي بنلجأ فيها للجراحة بيكون العلاج الطبيعي دور أساسي جدا ومهم جدا سواء قبل العملية أو بعد العملية. برامج التأهيل والعلاج الطبيعي اللي هتاخده عليها بعد الجراحة هتحسن نتائج العملية بنسبة توصل ل 80%. والإهمال في العلاج الطبيعي خصوصا بعد العملية بيستمر الألم معاهم بعد العملية نتيجة ضعف العضلات المحيطة بالركبة وفقدان المدى الحركي الطبيعي للركبة. وخلينا نقول ان سواء انت كنت محتاج علاج طبيعي او محتاج تدخل جراحي، فالاهم هو التشخيص المظبوط، واحنا هنا في مركزنا جاهزين نساعدك تختار الحل المناسب لحالتك.